أهلين، معاكم حارق الأعصاب والشرايين اللي يجرح ولا يداوي وعلى الكل ناوي. معكم مرضى السكري وهوايتي جمع العيون والأطراف. يا أخي مدري بس مدري أحبها تستهويني، اللي ما يهتم فيها راح أخذها منه. أحب الحلويات، الدهون وقلة الحركة. الكتاب هذا أسجل فيه أسماء الناس اللي أنا أثرت فيهم وأحب أزورهم باستمرار. يعني تعرف، يعني ممكن يحتاجون شيء آخذ منهم شيء، يعني أنت فاهم يعني. كفو والله، كفو يا أبو عبد الله. إيه استمر وأضرب في هالسكر. وش تبي؟ تراني مو ناقصك. وناقصني؟ كم مرة قلت لك أضبط وضعك وبخليك في حالك، لكن الظاهر أنك أنت ما تبي رجلك. حاول اضبط وضعي لكني ماني بقادر، مشغول. مشغول؟ إيه؟ الله يهديك يا أبو عبد الله، والله ما قلت لك أنت مشغول. لو أدري أنك مشغول كان خليتك في حالك. على لك يا أبو عبد الله، أقول عطني رجلك، أقول بس. شوف عشان نكون احنا عادلين بعد. أنا أجي على نوعين. النوع الأول هذا ما لهم ذنب بصراحة، بس أنا أجي على جيناتهم. النوع الثاني وهذا الأغلب طبعا، أنا أجيهم بسبب أسلوب حياتهم، والحسابة بتحسب إلين تطيح الفاس في الرأس. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، بعد تقريبا 10 سنوات راح أكون زرت نص سكان السعودية. أبو الشباب وقف هنا، اسمع لي، أعرف ولا ألاقيهم. واحد تشيز برجر. خلها سوبر سايز. خلها سوبر سايز. تتوقع واحدة تكفي؟ خلها وجبتين. بس في ناس قاهريني. ناس عنيدين، ما أقدر أصيبهم، ولو أصبتهم ما أقدر عليهم. وراك وقفت هنا. تكفى حرك. الصحيين اللي مازون الرياضة، ايوه انتبه على نفسك، الحركة بركة. هذولي اللي أنا ما أقدر عليهم، حتى لو إنهم مصابين. أجي أبي آخذ منهم شيء، يا أخي أتفاجأ. لا تقول إنك راح تلعب رياضة، لا تقول إنك ما بتاخذ السيارة. خذ السيارة تكفى. لا تقول بتروح رجلية وإنك بتغدي سلطة. لا، ناس عنيدين ما أقدر أصيبهم، ولو أصبتهم ما أقدر عليهم.